مرحبا يا جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو ده هعلمكم أزاي تفعل الإشعارات في ساعتكم الذكية باستخدام تطبيق برو على موبايلكم. أول حاجة، اتأكدوا إن البلوتوث شغال وإن التطبيق واخد كل الصلاحيات المطلوبة، خصوصا صلاحية الموقع. علشان نعمل كده بنضغط على أيقونة التطبيق وبنختار معلومات التطبيق وبعدها الأذونات وبنفعل صلاحية الموقع وباقي الصلاحيات اللي بنحتاجها. مثلا لو فعلنا التخزين ده هيسمح لنا نضيف صور من للساعة. بعد كده بندخل على التطبيق ونختار الإعدادات وبعدها البحث عن الجهاز وبنوصل الساعة الذكية. لو ساعة ما ظهرتش في قائمة الأجهزة لازم نرجعها لضبط المصنع ونعيد البحث من تاني. بعد ما نوصل الساعة بندخل على خيار الرسائل أو الإشعارات وبنفعل التطبيقات اللي عايزين توصلوا إشعاراتها للساعة. في بعض الأحيان هتظهر نافذة منبثقة وهنا بندور على تطبيق برو ونفعله. بعد ما نرجع للتطبيق لازم نفعل التطبيقات من تاني زي واتساب، فيسبوك، انستغرام أو أي تطبيق تاني. لازم كمان نتأكد إن وضع عدم الإزعاج مقفول، لأنه لو كان شغال الإشعارات مش هتوصل للساعة الذكية. لو الفيديو ده فادك يا ريت تشترك في القناة وتسيب تعليق. تحياتي ليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي.